ورجعنا لكم تاني بقصقوصة جديدة من سلسلتنا قصقوصة من التاريخ. يلا بينا نشوف قصقوصة النهاردة. يلا على بركة الله نبدأ. سنة 1820 اتولد الملك فيكتور إيمانويل الثاني أو فيتوريو إيمانويل الثاني، ابن الملك تشارلز ألبرت وابن الملكة ماريا تريزا. الملك فيكتور إيمانويل ده كان عليه شوية عنجهية وتناكة ما تقولش لعدوك عليهم، لدرجة إنه في يوم من الأيام قص ضفر من صباع رجله الكبير واداه لواحد جواهرجي عشان يبروزه بالذهب ويرصعه بالماس، وبعد كده أهداه لحبيبته كنوع من التكريم ليها. في الحقيقة التصرف ده مفيهوش أي ريحة حب أو رومانسية، بالعكس ده تصرف كله غطرسة وعنجهية وكبر، وكأن فيكتور بيقول لحبيبته احمدي ربنا إني قررت أحبك أو إني أكون في حياتك. والحقيقة يا جماعة في عينات كتير قوي من عينات الأخ فيكتور ده بيبقوا حاسين بنفسهم قوي وشايفين نفسهم آخر حباية في الكون ومفيش حد زيهم. لا مش كده وبس، ده المفروض كمان إن الناس اللي حواليهم يكونوا ممتنين ليهم بسبب وجود الكائنات النادرة دي في حياتهم. وبصراحة كده المفروض النوعيات دي يتعمل لهم محمية ويتحطوا فيها عشان نحافظ عليهم من الانقراض وعشان نحافظ على كرامة الناس من التعامل معاهم. عموما يا جماعة الكبر كبر، مفيش فيه أي استثناءات، الموضوع مش متاح لحد وممنوع عن حد. لكن خلينا نقول أهو فيكتور على الأقل كان راجل حاكم وملك معروف، وطبعا العز والأنافة والاستعلاء دي شيمات من شيم الملوك منذ فجر التاريخ والله، وقليلين جدا اللي نجوا من المرض ده. ولما واحد يبقى بالحجم ده ويتكبر ويتعامل بغطرسة هنقول ماشي، السلطة والمال ياما بتفسد رجال. لكن المصيبة السودة بقى والحاجة اللي بيبقى صعب علينا إننا نستوعبها لما التصرفات دي بتصدر من واحد على الجنط، واحد فاضي لا حيلته مال ولا علم ولا سلطة ولا أي حاجة، وتلاقيه بيتصرف وكأنه مدير كوكب الأرض والكواكب المجاورة. في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. الزنا مع الشيخوخة أو كبر السن بتبقى أعظم من الزنا في الشباب وأكتر اسم. أما بالنسبة للملك الكذاب فالمفهوم عن الكذب إن الإنسان لما بيكذب عشان هو خايف من عقوبة أو خايف من حد أعلى منه في السلطة أو أكبر منه أو عنده نفوذ أو خايف لا يقع في مشكلة. فلما ملك يبقى عنده سلطة ونفوذ وجاه ومال ومفيش حد ليه نفوذ عليه ويكذب، يبقى إيه الداعي للكذب؟ وأخيرا العاقل المستكبر، وهو ده اللي بنسلط عليه الضوء. فمن المعروف طبعا إن المال مدعاة للتكبر، لكن لما يبقى واحد فقير ومعهوش المال وما حلتوش اللضا وبيتكبر فهنا يبقى في حاجة غلط. وهنا وصلنا لنهاية قصقوصة النهاردة. لو القصقوصة عجبتكم ياريت لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنت عشان نجيلكم تاني بقصقوصة جديدة. يلا سلام.